نختار لولدي مدرسه بريفي اولا مدرسه حكوميه. اول حاجه بغيت نقول لكم، والله وما تتبع ولدك ولا بنتك في اخلاقه وقرايته وفي سلوكه لا طفروا، وخيكون داخل مدرسه او لا ميسيون ولا بريتيش او لا امريكان سكول، هذه نتفقوا عليها. تاني حاجه، ملي كنجي نختار المدرسه بريفي راه ماشي باش نتفايش بها على صحابي وعائلتي والجيران والترونسبور يجي كل صباح طيط طيط طيط، لا، كنختار المدرسه للجوده ديالها. ما كنختارش اشهر واغلى مدرسه، الجوده ماشي ضروري كتكون في اغلى مدرسه. نستقصي مزيان المدرسه الحكوميه حتى هي زوينه، ويا ما خرجت وزاره واطر اكفاء، غير هو ضروري ما نتبع ولدي عن قرب اكثر واكثر واكثر من المدرسه البريفي. ناخذ لومبلوا دي طون ونبقى دائما نسول عليه طيله السنه. وكنأكد على انكم تختاروا الاستاذ، علاش؟ لان اي مهنه فيها الصالح وفيها الطالح. دراسه ماشي غير كنقراو فيها، كنترباو فيها، وكنقدروا نتعرضوا فيها شي حوادث الله يستر اللي صعيبه وكتاثر على الطفل مدى الحياه. هضروا مع وليداتكم على المشاكل التنمر اللي يقدروا يتعرضوا لها، او لا العنف او لا التحرش الجنسي. نفهموهم انهم ما يخافوش وما يسكتوش، وانهم يبقاو يخبرونا بشكل دوري على كاع داكشي اللي كيوقع لهم داخل المدرسه. وعافاكم الا عندكم شي وليد مريض القلب، مشكل في راسو، في العينين، السكري، لما خبروا الاساتذه. كنأكد خبروا الاساتذه ديالو، ماشي فقط غير الاداره. الله يحسن العوان، الاداره كيكون عندها بزاف ديال الضغط في بدايه السنه وبزاف المشاكل والخدمه. ضروري تخبروا استاذ باستاذ للوقايه من اي خطر يقدر يصيب الوليد في حصته ديال الدرس. واخيرا كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالعطله، ارتاحيتوا شويه، وموسم دراسي ناجح للجميع.